لو انت اهلاوي هتسال سؤال مهم، هو ليه الاهلي ما دخلش في صفقه علاء الدباغ رغم ان الراجل لعب اغلب مسيرته كسنتر فيرود؟ الراجل لعب كمهاجم اغلب مسيرته. ليه الاهلي ما دخلش في الصفقه والاهلي اصلا محتاج بديل لاسامه ابو علي؟ لان خلينا نكون صريحين مع بعض، جراديشار ومحمد شريف وحمزه عبد الكريم نوعا ما مقلقين جمهور الاهلي، لان واضح ان انت عايز فيرود. بص، هو الاهلي فكس تقريبا من اللعيبه الفلسطينيين وبقى عنده مشكله مع قصه اللعيبه الفلسطينيين بسبب قصه وسام، واعتقد ان ده واحد من اغبى واعبث القرارات اللي انت ممكن تاخدها، ان انت تحكم على اللعيبه الفلسطينيين كلهم من تجربه واحد ما كانتش ناجحه معاك في عمليه بيعه، رغم ان هي كانت تجربه ناجحه جدا فنيا داخل ارض الملعب. بس هو الاهلي كده الفتره الاخيره بناخد قرارات عاطفيه لا اكتر ولا اقل، زي تعيين المدير الرياضي اصلا، فدي لوحدها اصلا حتت غريبه شويه. ولكن عدي لا، هو مكسب كبير بالنسبه للزمالك، وبرضه هو ماشي بوتيره جون ادوارد، وهو الريسك. نو ريسك نو فن. جون ادوارد جايب لاعب عارف ان الموسمين الاخيرين بالنسبه له ما كانوش افضل حاجه، ولكن انت بتتكلم على لاعب اغلب الفتره اللي لعبها في الكوره كان بيلعب ما بين فيرود وجناح يمين وجناح شمال، وده مناسب بالنسبه للزمالك. حط فيرود شغال، حط جناح شمال شغال، حط جناح يمين شغال، تركيبه حلوه قوي بالنسبه للزمالك، خصوصا يعني ان جناحه الزمالك مش مقنع قوي للجمهور. ده غير ان انت جايب لعيبه جداد، واللعيبه الجداد نوعا ما كانوش نجوم في فرقهم السابقه، وما كانوش مقسمين الدنيا، والجمهور ما كان شايفهم بعينه، حتى لو كانوا نجوم في الفرق بتاعتهم فالناس واخداهم على السمع. فانت بتتكلم هنا على ان الزمالك هو ريسك بتاع جون ادوارد، يا اللعيبه دي تيجي وتسمع وتكسر الدنيا في الزمالك، يا اللعيبه دي تيجي في الزمالك تقلب بط بلدي، ووقتها هيكون كارثه، لان وقتها الفريق يكون عباره عن فريق نص جدول لا اكتر ولا اقل. بعد 3 مواسم انت مش قادر تدور فيهم على الصعود لدوري ابطال افريقيا، الموضوع هيكون كارثي بالنسبه لجمهور نادي الزمالك. ولكن جون ادوارد بيتحرك بالفلوس اللي موجوده، فما تقدرش انك تقول له اي حاجه. فلما يروح يجيب لك عدي دباغ ب 300,000 دولار، صفقه محترمه. عدي لعب كفيرو 58 مباراه، سجل 20 هدف وعمل 4 اسيست. لعب كرايت باك، لعب كرايت وينجر، جناح يمين 4 ماتشات، سجل 3 اهداف وعمل اسيست. لعب جناح شمال ماتش واحد بس. اللاعب اغلب الوقت كان موجود في البرتغال وبلجيكا، لعب مع فريق برتغالي 45 مباراه، سجل 15 هدف وعمل اسيست. ولعب مع الفريق اعتقد ده فريق بلجيكي، هو فريق بلجيكي رويال. لعب مع فريق رويال ده 44 مباراه سجل 7 اهداف وعمل 3 اسيست. هي ارقام مش افضل حاجه يعني، حتى الموسم الافضل ليه في البرتغال الراجل سجل 15 هدف وعمل اسيست، ارقام مش افضل حاجه يعني خالص. ولكن الدوري البرتغالي سواء درجه اولى او درجه ثانيه اكيد هيكون افضل من الدوري المصري هو الدوري البلجيكي. بنقول كده ليه؟ على امل ان الارقام بالنسبه للاعب ما تكونش نوعا ما هي المؤشر وهي الحاسم في المسيره، لانه ده يخلينا صريحين مع بعض. الراجل لعب في اجمالي عدد الماتشات 116 مباراه، سجل 32 هدف وعمل 6 اسيستات. ده رقم قليل جدا 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 بالنسبه لواحد بيلعب في الثلث الامامي، ولكن لو الارقام مرتفعه مش هيجي الزمالك ب 300,000. دي حاجه لازم نكون متاكدين منها. هو الهداف التاريخي لمنتخب فلسطين، ماشي يا باشا، على عيني وعلى راسي، ولكن كارقام الدنيا مش افضل حاجه. ولكن زي صفقات الزمالك، نو ريسك نو فن. لو جه الزمالك ونجح هتكون اضافه كبيره، ولو جه الزمالك وخيش عادي، انت مش جايب لاعب قيمه ماليه كبيره، انت جايبه ب 300,000 دولار. جون ادوارد بيلعبها كده، هي بتتلعب كده في الزمالك دلوقتي، انت بتجيب لعيبه انت وحظك وانت وبختك. مؤشرات النجاح عندها زي مؤشرات الفشل 50-50. هتقول لي لا معلش، ما هو كل اللعيبه كده. لا، مش كل اللعيبه كده، مش هيشتغل بره. ولكن هو الزمالك عشان عنده مشاكل ماديه فماشي بالوضع ده. انت بقى ايه رايك في اللي بيحصل في صفقات الزمالك؟ وهل شايف ان الزمالك كان عنده حلول تانية ان هو يعمل حاجات تانية ويروح يفاوض لعيبه بتاخد $1,000,000 ولعيبه الانديه بتاعتها هتاخد $1,000,000 والكلام ده؟ انا شايف ان جون ادوارد بيعمل اقصى ما يمكن بالنسبه لظروف الزمالك الماديه. طب بالنسبه للصفقه، هي بطيخه يا ابيض يا اسود، يا هتطلع حمراء يا هتطلع قرعه، وانت وحظك. وموضوع الحظ ده اكيد الزملكاويه مقلقين منه.